يا مساء الفل، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. يلا بينا. النهارده عندنا سؤال بيتكرر كتير جدا في القناه: ازاي امشي بيتي ب 700 جنيه بس؟ تعالي بقى اقولك ازاي تمشي الدنيا عندك ب 700 جنيه، لاني اتسالت على السؤال دوت كتير جدا. والنهارده بقى جايه اقولك على السر اللي انت هتقدري تمشي بيتك بال 700 جنيه دول بس، من غير ما تحتاجي لأي حاجة طول الشهر. يلا بينا نبدأ ونسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وحط اللايك بتاعك، ولو انتي أول مرة تتفرجي عليا متنسيش تعملي اشتراك وتفعلي الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات يا ست الكل. بصي بقى، اول حاجه 700 جنيه دول هي ما قالتليش الشهر كله، قالت لي من وقت للتاني باخد في ايدي 700 جنيه. مش عارفه بقى، انا نسيت اسالها او انا هي ما وضحتش اكتر. 700 دول مرتين في الشهر ولا 3 مرات؟ فايا كان مرتين او 3 مرات او حتى لو مره واحده، تعالى اقولك على شويه افكار حلوه جدا انت كمان تقدري تنفذيهم. حتى لو مش بتاخدي 700، ممكن لو بتاخدي اقل او بتاخدي اكتر، ممكن تحاولي على قد ما تقدري تطلعي لنفسك معلومات من الفيديو بتاع النهارده تقدري تستفيدي بيها. تعالي من غير رغي كتير اقولك هنعمل ايه بال 700 جنيه دول. هخليهم بقى هنا كده قدامنا عشان خاطر نشوف احنا هنعمل ايه. بصي، انا اول حاجه بقى طبعا عملتها، انا كتبت كل حاجه علشان خاطر ما انساش معاكم اي حاجه خالص، ويبقى كل حاجه عندنا. ازاي امشي بيتي ب 700 جنيه؟ اول حاجه هنروح عليها هو القسم بتاع اللحوم او الحاجات اللي احنا نقدر اللي احنا نشتريها بمبالغ عاليه شويه. اول حاجه بقى طبعا انا بحب اللي انا افكر فيها زي ما قلت لك كده، اللي هو البروتين اللي هيكون موجود معانا طول الشهر. والبروتين بتاعنا اللي موجود معانا طول الشهر او ممكن نقول كل اسبوعين، معانا انواع كتيره جدا. اول حاجه طبعا انا كاتباها معانا وركين، والوركين دول تقريبا كده يكونوا عاملين كيلو الا ربع، يعني وزنهم كيلو الا ربع، يكونوا ب65 جنيه. الوركين حجمهم كبير، هنقطعهم على 4، ولو الاسره 4 افراد يبقى هتكفي معانا 4 افراد وجبه واحده. تمام كده. لو الاسره على فردين بس، هي وجوزها بس، يبقى هتكفي معانا يومين. تمام كده. تمام. بعد كده هنجيب سمكتين بولتي، والسمك البولتي هنجيبه حجمه كبير شويه. السمكتين مع بعض هيكونوا عاملين كيلو ونص. كيلو ونص تقريبا ب140 135، ممكن نقول 145 على حسب المكان اللي انت هتشتري منه وسعره كام. هنفتحهم سنجاري، وزي ما قلت لك لو الاسره 4 افراد هنعمل السمكتين مع بعض وهيبقوا مفتوحين كده زي الكتاب المفتوح. ونحط بقى التتبيله اللي احنا عايزينها. ممكن تحطي بقى فلفل وطماطم وشويه بصل، وكمان شويه بقى ليمون. ممكن تقطعي كمان بطاطس رفيعه قوي كده، بتدي طعم حلو قوي، تتغمس بالعيش بتبقى جميل. لو الاسره على 2 بس يعني يبقى هنعمل السمك على مرتين. تمام كده. يبقى كده معانا يومين برضو. ندخل بقى على الكبده. بصي، هو البند اللي انا كاتباه هنا دوت انا مش بحبه، تمام، اللي هي الكبده المستورده. انا كهبه يعني لو انا اتحطيت في الموقف ده، لا، انا هكنسل موضوع الكبده خالص من المنيو بتاعي. بس لو انت حابه او بتعملي كده، فعندك نص كيلو كبده مستورده ب75 جنيه. نص كيلو ممكن تعمليه كله في يوم واحد، وممكن تعمليه على مرتين على حسب بقى ما انت عايزه. معايا نص كيلو كبد وقوانص ب40 جنيه، مع شويه رز بقى كده او شويه سلطه وعيش بلدي، هيكون طعمه حلو قوي. معايا كيلو اجنحه بالكتف بتاعها عشان يبقى فيها لحم كده والولاد ياكلوا. الكيلو دوت عامل 60 جنيه. تمام كده. يبقى كده احنا قلنا الاجنحه، وقلنا كبد وقوانص، وقلنا كمان الكبده. معايا ربع كيلو بانيه. ربع كيلو البانيه ممكن نقليه زي ما هو كده، هيكفي يوم واحد، لكن ممكن نعمله مفروم ونحط عليه شويه اضافات، هيكفي معانا على يومين، هيبقى حلو قوي. ممكن نحط معاه مثلا برغل، ممكن نحط معاه اللي هي اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، فول صويا. ممكن نحط معاه كمان شوفان. اختاري حاجه من الثلاثه دول حطيهم. ممكن كمان تجيبي ربع كيلو حمص وتفرميه وتحطيه معاه، هيدي تيست عالي قوي، القيمه الغذائيه هتزيد. ده لو انت حابه كده. خلاص خلصنا من بند البروتين خالص. تعالي ندخل بقى على بند العطاره. معايا بقى هنا ايه؟ معايا 3 كيلو رز متقسمين على انصاص قصدي.
ب75 جنيه. 3 كيلو، كل كيس فيه نص كيلو، يعني هيبقوا 6 اكياس على مدار الشهر. 3 كيلو مكرونه اشكال مختلفه، اللي انت تحبيه، حابه تجيبي كله زي بعضه براحتك خالص. ال3 كيلو هنقسمهم برضو على انصاص، يعني يكونوا معانا 6 وجبات على مدار الشهر ب60 جنيه. نص كيلو لسان عصفور ب10 جنيه، هنقسمه على مرتين او على ايه، يعتبر النص ممكن نعمله على مرتين. لو مش بتحبوا لسان عصفور اوي ممكن نعمله على 3 مرات. ممكن نص كيلو لسان عصفور دوت ناخده ونعمله بالكبد والقوانص طاجن في الفرن، هيطلع كميه كبيره كده في طاجن كبير، هيبقى طعمه خطير جدا. نص كيلو بليله ب15 جنيه، دي بقى هترمي معاك كتير قوي، تنفع في الفطار وتنفع في العشاء. ب10 جنيه عدس بجبه، هيبقى يوم كشري روعه. انا لسه كنت عامله الكشري ده من يومين، حكايه، هنزل لكم الوصفه. كشري الحله واحده. وطبعا ال10 جنيه ديت ممكن تعملي منها على مرتين مش مره واحده. نص كيلو شعريه ب10 جنيه. ندخل بقى كده على بند الخضار. خلصنا هنا البند بتاع الايه، اللهم صل على النبي، البقاله. تعالي ندخل على بند الخضار. والخضار هنا هنشتري ايه؟ هنشتري 3 كيلو بطاطس حجم وسط ب50 جنيه. ما لقيتيش حجم الوسط اللي هي الصغيره يبقى هنشتري 2 كيلو بس. ركزي بقى معايا يا ست الكل. وعملتي اللايك، شكلك ما عملتيش لايك. صلي على الرسول واعملي لايك، عليه افضل الصلاه والسلام. معايا 3 كيلو طماطم حجم وسط ب20 جنيه. الطماطم في منها دلوقتي ب10 وفي كمان ب12، وممكن تلاقي اقل. فعلى حسب بقى ايه انت ساكنه فين وهتجيبيها بكام. الخيار ب10 جنيه خيار، بنص كيلو فلفل رومي على حراق، او حراق بس او رومي بس على حسب ما انت عايزه، 7 جنيه. كيلو بتنجان، ممكن نقول 10 جنيه، بتنجان اللي هو الرومي، نعمل شويه مسقعه حلوين. عندنا بقى كيلو ليمون ب15 جنيه. كيلو ليمون بقى، بص انا لسه عامله ايه، اوريكي، لسه عامله ليمون معصفر، حكايه، حاجه كده روعه، لازم تجربيه. مش شرط تاخدي الكيلو كله، ممكن تعملي كيلو الا ربع، والربع كيلو تشيليه عندك في التلاجة للاستخدام اليومي اللي هو الايه بتاع الاكل. يعني عاوزه تعصري ليمونيه على السلطه، عاوزه تعملي مثلا ليمونيه لما تيجي تعملي السمك، تغسلي الفراخ بليمونيه، وهكذا. يعني ما بقولكيش استخدمي الكيلو كله، بس تعملي شويه ليمون كده للولاد، ايه، يبقى جنب الاكل بيبقى طعمه حلو قوي. كيلو بطاطا وشويها بقى للولاد كده في الحله، بتطلع روعه. مش حابه تعمليها في الحله، شويه في الفرن على حسب ما انت عايزه. نص كيلو فول تدميس، هتدمسيه وتشيليه في اكياس بقى في الفريزر وتطلعي منه عند الاكل. لسه كنت عاملاه برضو معاكم من حوالي 4-5 ايام، حلو جدا. مش فاكره ان نزلت لكم الفيديو ولا لا، بس هتعبيه في اكياس وتشيليه بقى في الفريزر. كل ما الولاد يعوزوا فول تطلعي. محتاره ومش عارفه تعملي غدا ايه النهارده، هتعملي مثلا ايه، فول بالصلصه او بالطماطم يعني، وشويه بطاطس محمره، الله تبقى اكله جميله جدا. الاسعار بقى او الحاجات اللي احنا قلناها ديت، الاسعار بتاعتها كام؟ الرز سعره 75 جنيه، المكرونه 60، اللسان عصفور 10، البليله 15، العدس 10، الشعريه 10، الكبده والقوانص 60، الاجنحه 60، لا الكبد والقوانص 40، الكبده 60، 75 الكبده المستورده، 45 البانيه، 65 الوراك، 145 جنيه السمك، 50 جنيه البطاطس، 20 جنيه الطماطم، 10 جنيه الخيار، 7 جنيه الفلفل، 8 جنيه البتنجان، 15 جنيه الليمون. وطبعا في ناس بتبيعه ب10 على حسب برضو انت هتجيبيه منين انت وشطارتك بقى. كيلو البطاطا ب10 جنيه، في اقل من كده، في ب5 كمان، بس لما تلاقيها يعني روحي سوق، ما تشتريش من جنب البيت عندك. 30 جنيه فول، المجموع ده كله 760 جنيه. تقدري تشيلي الفول لان هو مش بند اساسي معانا، بس عايزه اقولك هيوفر معاكي كتير قوي. الميزانيه دي ب700 جنيه تقدري تعمليها، هتوفر عليكي كتير جدا. يعني مش كل ما تعوزي حاجه تبعتي ابنك يجيب، لا، انزلي انتي هاتي الحاجه بايديكي، هتوفر معاكي وهترمي معاكي كتير. وقبل ما تنزلي اكتبي ورقه انت عايزه ايه وهتجيبي ايه، علشان خاطر بس تبقي عارفه الدنيا عندك محتاجه ايه. ما تجيبيش حاجه عندك وما تجيبيش حاجه مش محتاجاها، هاتي الحاجه اللي انت محتاجاها عشان ما تأزميش معاكي في ميزانيه البيت بعد كده. بس كده خلاص، دي الميزانيه بتاعتي. اكتبي لي تحت في
في الكومنتات انت كمان بتمشي بيتك ازاي. لو عندك افكار اكتبيها لنا، وكل الناس اللي موجوده وبتتفرج علينا بتخش جوه الكومنتات بتقرا الكومنتات، فيا ريت نفيد بعض في الكومنتات. عايزه اقول لكم كمان هسيب لكم لينك تطبيق حلو جدا هيسهل عليكم الوصفات. في شويه تطبيقات حلوه قوي للمخبوزات، وانتوا عارفين بقى داخل علينا الشتاء، دي مش دخلت دي قعدت وربعت. انتوا عارفين ان احنا في الشتاء عايزين نشغل الفرن كتير، فبكيلو دقيق نقدر ان احنا نعمل اشكال والوان. لينك التطبيق دوت هسيبهولك في الكومنتات، حمليه واستمتعي باحلى الوصفات من غير نت خالص. يلا سلام عليكم.